السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. احسن ناس في الدنيا جمهور الكرة مع ابو علي، وحشتوني. البروف يستمر في التجويد، وكولر يستمر في التطور. بكل امانه مارسيل كولر المدرب النادي الاهلي بيتطور بشكل كبير جدا مع الفرقه زي ما انا توقعت. راجل فنيا عنده حاجات كتيره جدا، اللعيبه معاه بتتطور، بالاخص حسين الشحات ومحمد هاني وعمرو السوليه بيرجع لمستواه طبعا مع الراجل. والبروف في الزمالك طبعا بيهدينا النهارده نقطتين كمان بالتجويد في التشكيل والتجويد برضه في التغييرات. بيعمل حاجات غريبه جدا بصراحه من اول الموسم. هقول لكم على كل حاجه. هنصلي على النبي الاول، وهنعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد من الكوره مع ابو علي. وما تنسوش اللايك والشير بيفرق معايا. ونصلي في الاول على نبينا الزين عليه افضل الصلاه والسلام. كولر وتطور غريب جدا في اداء حسين الشحات ومحمد هاني، وجبهه ناريه ابتداء من مباراه سيراميكا بصراحه، ومن بعد اصابه اكرم توفيق. محمد هاني الحافز بيعلى عنده جدا. حسين الشحات بياخد فرصه في الثانيه، بيثبت ان هو لعيب كبير. عمرو السوليه بيرجع لمستواه بعد الارهاق الشديد اللي كان موجود، مع يعني اللي كان متواصل. عمرو السوليه كان مجهد جدا في السنتين اللي فاتوا. مع التدوير اللي الراجل كان بيعمله في اول الموسم، عمرو السوليه بدا ياخد نفسه، بدا يرجع لمستواه. وطبعا ربنا يشفي له لولا. طبعا صحه ليلى تفرق معاه كتير جدا نفسيا، وده اللي واضح لان هو طبعا كان شكر الناس اللي وقفت جنبه، وقال ان ليلى بقت كويسه. عشان كده طبعا هو في افضل حالاته. يا رب دايما ليلى تكون كويسه وهو يكون في افضل حالاته، ويخليها له ويشفيها له هو وكل اللعيبه طبعا. النهارده مباراه كانت جميله جدا، اداء جيد جدا من لعيبه النادي الاهلي. المدرب فضل على تشكيل وثبات التشكيل الاساسي لحد الدقيقه 80 تقريبا، لحد ما سجل الهدف الثاني وضمن المباراه، وده مش عيب. الراجل كان شايف ان اللعيبه اللي في الملعب بصراحه بدنيا كانت متوازنه جدا، وكانوا عاملين مباراه هايله جدا جدا، خاصه نص الملعب اليو ديانج. النهارده طبعا بصراحه سجل هدف عالمي. بس بصراحه انا كلامي هيكون كتير النهارده عن الراجل اللي بيجود. البروف ما بقاش بروف، البروف بيجود من اول الموسم، وانا طلعت قلت الكلام ده اكتر من مره. انا عارف ان هو مدرب كبير جدا، فيريرا مدرب كبير جدا، ويستحق لقب البروف. وهو اثبت دوت في السنين اللي فاتت، مش مع الزمالك بس بكل امانه. الراجل بيجود بقاله فتره، وبيعمل حاجات غريبه في التشكيل وفي طريقه اللعب، وده اللي اثر على الزمالك في الفتره الاخيره، وهياثر على الزمالك في الفتره اللي جايه اكتر. انا بشوف كده الزمالك هيعاني الفتره اللي جايه. وخليكم فاكرين كلامي ده كويس، لان البروف بدا يجود بشكل كبير في الفرقه، والتجويد مش مطلوب. طب الراجل عندنا بيجود وبيعمل تغييرات كتير جدا، بس ثابت على طريقه اللعب. اللعيبه اللي بتنزل تلعب عارفه ان طريقه اللعب ثابته. التغيير كله في الافراد، لان هو عايز يشوف الافراد. انما انت بتغير في الافراد، وبتغير في طريقه اللعب، وبتغير في التكتيك. وقدام اي فريق تلعب الداخليه زي اسوان، زي الاهلي، زي بيراميدز، زي اي حد. فلا، مش معنى ان انت نجحت معاك ال 4-3-3 مع فرقه زي الاسماعيلي انك تطبقها قدام الداخليه. كل ماتش وله متطلبات، والافضل ان انت في الطريقه بالتحديد يا بروف تكون ثابت. وطبعا مش انا اللي هقول الكلام ده، البروف طبعا ده راجل عقليه كرويه فذه يعني. بس بكل امانه هو سبب في ضياع الثلاثه بونت، هو واللعيبه طبعا بشكل كبير في مباراه اسوان. والنهارده هو السبب في ضياع الاثنين بونت، مع ان انا شايف ان الزمالك اخذ بونت، لان اللعيبه كان في مستوى سيء جدا طول المباراه، بصرف النظر عن احداث المباراه، بصرف النظر عن ان فرقه الداخليه كانت بتدافع بشكل كبير جدا واستحقت النقطه. بس البروف واللعيبه هم بشكل كبير جدا السبب في خساره اسوان اللي كانت مدويه بصراحه، وهتسمع في الفرقه بشكل كبير في الفتره اللي جايه. وسمعت بالفعل في مباراه الداخليه فرقه متواضعه جدا، بس قدرت ان هي تحصل على نقطه قدام نادي الزمالك بسبب البروف واللعيبه والتغيير الكتير جدا في التكتيك وفي طريقه اللعب بالنسبه للاعيبه نادي الزمالك، اللي هم اساسا بقى لهم سنه كانوا المفروض بيلعبوا بطريقه كويسه، وكانوا المفروض ان في انسجام. مش عارف هل اللعيبه الجديده اللي دخلت في الصفقات الجديده في الصفقات في الصيف اللي فات هي اللي عملت الازمه. هل الراجل هو بيعمل حاجه احنا ما نعرفهاش بره الكوره بسبب تصريحات رئيس النادي، اللي هو النهارده اصلا طلع صرح تصريح غريب جدا بيقول لك فتوح عايز يروح الاهلي وبلغني ان هو هيروح الاهلي. مش عارف، طب هو انت زعلان ان اللعيب بيبلغك ان هو رايح للغريم التقليدي عايز يلعب معاه زي ما كهربا راح؟ انت جاي زعلان ان هو النهارده طلع عنده اشتباه في كورونا، ولا انت مثلا شاكك فيه؟
مش عارف بصراحه، بيقول تصريحات غريبه جدا، وبيقول انه هينسحب من الدوري. يلا على بركه الله. طبعا مليون مبروك لكل الاهلاويه، وهارد لاك للزمالك، والفرق 5 بونت مش كتير طبعا ولا يذكروا، لان السنه اللي فاتت الفرق كان اكبر من كده بكتير، والزمالك قدر ان هو يتعافى بسرعه وقدر ان هو ياخد مننا لقب الدوري. بس ان شاء الله الدوري السنه دي في الجزيره ومش هنفرط فيه. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الكره مع ابو علي. وان شاء الله اشوفكم على مكسب جديد من الاهلي العظيم، اللي انا مبسوط جدا بمستواه في اخر 3 مباريات، بما فيهم مباراه سيراميكا اللي تعادلنا فيها، ما حدش يستغرب. وان شاء الله من مكسب لمكسب، وهشوفكم على الف خير. سلام.